دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أنا عايز أوريكم بس لقطة هنشوف مع بعض اللحم الخنزيري ده فيه ايه، ونشوف الناس تسببوا لنفسهم في ايه. هي انفلونزا الخنازير دي نتيجة، يعني دي ثمرة لبذرة مرة زرعها من اكل لحم الخنزير. تعالوا نشوف لحم الخنزير الاول ونشوف هم عملوا ايه في نفسهم. ادي لحم الخنزير، شوفوا لحم يا سلام، جميل ولونه مورد وتمام التمام. ولكن هما لما بياكلوا لحم الخنزير بيشربوا عليه كولا وبيتبسطوا على الاخر. اتفرجوا يا اخواني، الكولا اتحطت على لحم الخنزير بعدها بساعتين 2 فقط، 120 دقيقة، هنلاقي ايه اللي حصل في لحم الخنزير. ادي الكولا اتحطت على لحم الخنزير، وتعالوا نشوف دلوقتي ايه اللي هيطلع من لحم الخنزير. ربنا رب القلوب وهو علام. شوفوا يا اخواني لحم الخنزير اهو، شوفوا ادي طلع منه دود، شوفوا الدودة قد ايه، حجمها قد ايه. ادي لحم الخنزير اللي بيهواه الاوروبيين وجابوه لنفسهم واذوا نفسهم. لا ده انا شفتوا الدودة قد ايه، لحم الخنزير مليان دود واحدة منه. طب لما ياكلوه بقى ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف معدة واحد بياكل لحم خنزير وعملوا له منظار. تعالوا نشوف اللقطة دي. ادي الحلق ومدخل والمريء ومدخل المعدة، شوفوا كله دود. دي معدة واحد بياكل لحم خنزير. شوفوا الدود مالي أمعاءه. فارتجي دوما لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم، إلا الله لا إله. وبعد كده بيجوا يبكوا ويقولوا لا ده احنا عايزين نرفع الاستعداد للدرجة السادسة، ومنظمة الصحة العالمية بتحذر، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية. شفتوا إنما بغيكم على أنفسكم.